صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. معانا نص في جنيه 2005. إيه هي حكاية نصف جنيه 2005؟ طبعا دار كلام كتير ولغط كتير عن نص جنيه 2005 الغير منجزمة للمغناطيس، وسمعنا أرقام غريبة وناس بتتداول عليها بأرقام كبيرة. هي العملة دي عملة حاليا متداولة ومتداولة بقيمتها، يعني إلى 50 قرش اللي معايا دي أنا ما اشتريتهاش. هي جات لي من التداول العادي، من بيع في التداول العادي. هي عموما إلى نص جنيه 2005 دي، يعني لو حد حابب يشتريها بتبقى ما بتزيدش القطعة الواحدة منها في أي حال من الأحوال عن 5 جنيه، ده إذا كانت كأنها لسه خارجة من دار الصك، أو معاك الصباع كله بالكامل اللي هو فيه بيبقى 10 قطع خارج من دار الصك. لكن هي عموما متداولة وبتتداول بقيمتها. وهي عموما في حالة الرغبة للشراء، لو انت عايز تعرف تمنها، هي سعرها يعني ما بيزيدش عن 3 جنيه 5 جنيه بالكتير، ده في حالة رغبتك يعني للشراء. لكن هي متداولة، وأنا حصلت على العملة ديت من التداول العادي، وموجودة يعني متوفرة. فنرجو إن محدش ينخدع وينساق ورا الكلام بتاع الأرقام، واللي هي أرقام كبيرة حضرتك عايز تاخدها وتحتفظ بيها للزمن، للأولاد للأحفاد، يمكن تمنها يزيد بعد كده. دي حضرتك براحتك. لكن هي زي ما حبينا نوضح السعر علشان خاطر احنا دايما هدفنا ان محدش ينخدع، ومحدش يجي لنا بعد كده ويشتكي ويقول ان فلوسه ضاعت في شيء لا قيمة له. نتمنى ان حضراتكم تشتركوا في القناة وتدعمونا لايك وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة. وطبعا دعمكم لينا هو المكسب الأهم. شكرا ليكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.